تتواصل حملة الحرية لأوجلان الحل السياسي للقضية الكردية في أغلب دول العالم للمطالبة بحرية القائد أوجلان. وقالت شادية عبد المنعم ناشطة سياسية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وإحدى المشاركات في الحملة أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي عزلة غير إنسانية وتتنافى مع كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وأضافت: نحن كناشطات سياسيات سودانيات نحرص على إطلاق سراح القائد ونسعى للضغط على كافة الأطراف لفك العزلة عنه. القائد عبد الله أوجلان ليس فقط ثائر وليس فقط قائد لحركة تحرر وطني، وإنما مفكر سياسي ونسوي من طراز فريد، وهذا ما يجعل حياته بالنسبة لنا وحريته كمدافعين عن حقوق الإنسان وكنسويين مهمة جدا جدا. ونحن نعتقد أن الخوف من عبد الله أوجلان سواء كان من السلطات التركية أو سواء كان من الإمبريالية العالمية هو لأنه قائد يتحدث بلسان النساء، بلسان المقهورين، وبلسان الحركات التحرر، ليس فقط الكردية، ولكنه يتحدث عن الإنسانية وعن الحرية كقيمة أساسية. وهذا ما يزعج الإمبريالية العالمية وما يزعج السلطات التركية وما يزعج كل الذين يقهرون الإنسان. فيعني نحن كنسويات وسياسيات سودانيات نعتقد أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة مفروضة علينا أيضا، وإن حريته من حريتنا.